ناس كتيرة اليومين دول بيتكلموا عن فيتامين د، هل هو مهم لجسمنا ولا هو ترند؟ تعال اقول لك. اولا فيتامين د ده بيسموه فيتامين الشمس. طب ليه بيسموه كده؟ عشان لما بشرتنا بتتعرض للشمس فيتامين د بيتكون. خلينا متفقين ان اهميته مش بس للعظم، ده كمان مهم للعضلات والمناعه والاكتئاب والمزاج. طب ليه الموضوع منتشر اليومين دول قوي؟ لان في ارقام عالميه بتثبت ان مليارات من الناس ما عندهمش الارقام المناسبه لفيتامين الد في جسمهم. الدراسه كمان بتاكد ان النقص ده منتشر في مناطق واسعه من الشرق الاوسط واسيا وافريقيا، وفي دول كمان بتوصل نسبه نقص فيتامين د عند سكانها اكتر من 80%. بعد ما كورونا انتشرت بقى في كتير قوي وعي، الناس بتسال ازاي نزود المناعه، فبدات الاحصاءات كتيره تطلع حوالين فيتامين د. طب ليه ده حصل؟ لان ببساطه الناس بتقعد جوه المكاتب والمواصلات وعربياتها وقت كتير عن ان هي بتتعرض للشمس. طب لو فيتامين د قليل في جسمي احس بايه؟ هيكون في ضعف والم في العضلات والعظام، تعب مزمن، ضعف مناعه، مشاكل مزاجيه. عند الاطفال بقى ممكن يسبب مشاكل في النمو والعظم. مش كل الناس عندها نقص فيتامين د، بس هو شائع جدا. بس مهم لو عندك اي اعراض من اللي انا قلتهم او ما بتتعرضش للشمس كتير روح حلل. ما تنسوش اكتبوا لي اسئلتكم في الكومنتات، ممكن تكون موضوع الحلقه اللي جايه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. اشوفكم الفيديو اللي جاي.